بييجي لي أسئلة كتير في العيادة، أنا عروسة وعايزة أعمل إجراءات تجميلية، أبدأ إمتى؟ فده على حسب طبعًا كل عروسة هتعمل إيه، كل إجراء بياخد time معين عشان يظهر الeffect بتاعه. يعني إحنا لو بنتكلم على إجراءات زي الskin booster زي الfillers زي الbotox، عادةً بنحتاج تقريبًا حوالي شهر ونُص لشهرين قبل الفرح. ليه؟ عشان إحنا بنعمل الإجراء وبعد كده بياخد time عشان يبدأ يظهر الeffect بتاعه، بعدين بنعمل له retouch. عشان كده مهم أوي إن إحنا ناخد time مناسب. الشهر ونُص ده الminimum بتاعنا، بس أنا already لو عندي حاجات كتيرة حابة أعملها من أول الskin booster ده بيبقى ليه عبارة عن جلسات بتبقى حوالي 3 جلسات، فأنا ممكن آخد time أكبر. كمان الbotox بياخد time عشان يظهر حوالي 2 weeks، وعشان نعمل له تاني retouch كمان 2 weeks، فعشان كده بننصح إن إحنا نبدأ بدري عشان ناخد شكل حلو أوي وما نبقاش داخلين فرح فيه أي علامات ظهر.